رجالا كثيرا ونساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، في هذه الفرصة السانحة في يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين، وفي آخر أيام شهر المحرم الذي هو أول شهور الحرم السنة الهجرية، ونحن نودعه هذا الشهر في هذا اليوم الذي جمع بركتين: بركة الشهر الحرام، الشهر المحرم، شهر الله المحرم، وبركة يوم الجمعة التي هي عيد للمسلمين. في هذا اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم، عن كلام الله سبحانه وتعالى، عن القرآن الكريم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو بيننا، الكلام الوحيد الذي يتعبد بتلاوته. عندما تتلو الكلام الوحيد الذي إذا قرأته فأنت في عبودية، في أجر. القرآن الكريم الذي هو أول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، هذا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى بيننا، يجب علينا أن نتعلمه ونحفظه، لأن في حفظه وفي تعلمه وفي تلاوته وفي تدريسه وفي حرص الأولاد على حفظه أجر عظيم. الحافظ بالقرآن أو الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة يوم القيامة. الماهر بالقرآن لديه أجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، هذه الخيرية خيرية دنيوية وخيرية أخروية في تعلم القرآن بالنسبة لمعلمه أو متعلمه. حافظ القرآن أيها الإخوة الكرام أجره عظيم ومكانته عظيمة، بل ذكر بعضهم أن حافظ القرآن لا يصيبه الخلق في هذه الدنيا، يحفظه القرآن. ذكر لبعض السلف أن فلان يحفظ القرآن، قال بل القرآن هو الذي يحفظه، فالقرآن حافظ لحافظه متحصل للأجور الكبيرة. القرآن الكريم قراءته فيها أجر كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف، وكل حرف من أحرف القرآن له أجر إلى 10 أجور، إلى 70، إلى أضعاف كثيرة، الله يضاعف لمن يشاء. حافظ القرآن أيها الإخوة الكرام الذي الماهر بالقرآن له أجر، والذي لا يستطيع القراءة أو يعجز عن القراءة أو يتعتع في القراءة فله أجران: أجر المشقة وأجر القراءة. القرآن الكريم عندما نتحدث عنه، سئلت أمنا عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هجره، قال في قوله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر العلماء أن هجره
الذي نتحدث اليوم عنه، وهو هجر تلاوته وحفظه وتدبره. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام حافظ للعبد. القرآن الكريم أيها المسلم الفاضل، إذا لم تستطع أنت وقد كبر سنك عن الحفظ فاحرص على أن يحفظ أبناؤك القرآن، لأن يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يأتي حافظ القرآن يبحث بين الخلق عن أبويه ليلبسهما تاج الوقار. فأي فضل وأي كرم أيها الأخ الكريم أن تسهر على أن تحفظ أنت القرآن ولو بالقدر، لأن يقال لصاحب القرآن ارتقي فمقامك عند آخر آية تحفظها. فاحفظ القرآن، فحاول أن تحفظ القرآن، وإن لم تستطع الحفظ فلا تغفل عن تلاوته، فتلاوة القرآن فيها أجور كثيرة. ذكر بعض العلماء أو ذكر المحققون من العلماء أن ختمة من القرآن تعادل 6 ملايين حسنة. فأي فضل هذا وأي أجر هذا! القرآن الكريم نور وهداية ورحمة وبرهان. قراءته قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يقربه الشيطان. فالقرآن بركته على قارئه وعلى أبويه وعلى مكانه الذي يقرأ فيه. فأكثروا من قراءة القرآن. فما هذه البيوت التي أصبح فيها بعض الاكتئاب وبعض الضيق إنما لما هجر القرآن قراءة بها. قد يقول البعض أننا نترك الصوتيات في المنزل حفظ القرآن. الأفضل أيها الأخ المسلم، لعل الصوتيات فيها أجر لا تنكر ذلك، أفضل من أن تسمع شيء آخر، ولكن الأفضل أن تقرأ قراءة من نفسك أو من الأبناء أو بصوتك أنت أيها الأخ في الدار. البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يقربه الشيطان. البيت الذي يقرأ البقرة والآل عمران لا تستطيع البطلة السحر. إذن أيها الأخوة الكرام، هذا الذي نتكلم عنه هو كلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله سبحانه وتعالى بيننا، جعله لنا نورا وهداية ورحمة لنا، ينير به طريقنا ويحفظ به. فأردت أن أذكر، وخاصة ونحن في هذه الإجازة الصيفية، أن نحرص على أن يدرس أبناءنا القرآن. والحمد لله في مساجدنا في كل مسجد تجد معلم القرآن يحرص ويتفانى في الحفظ. فبعدما علمت أخي المسلم أجرى حفظ ابنك للقرآن فاحرص عليه وشجعه، لأنه هو الاستثمار الوحيد الذي تستثمره إذا توفيت وتركته وراءك. الإنسان إذا توفي انقطع عمله إلا من 3، وهذه ال3 فيها الولد الصالح. ولا شك ولا ريب أن الولد الصالح، أن حافظ القرآن بإذن الله يكون ولدا صالحا. بل ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال المفسرون أن هذه الآية تخص حفظة القرآن، فلقد جمل في 3. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الظالم لنفسه وهو المقصر المرتكب للمعاصي ولكنه حافظ للقرآن.
المقتصد الذي يقتصر على الفرائض أو يخلط العمل الصالح مع العمل الغير صالح وهو المقتصد، ولكنه حافظ للقرآن. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، والسابق بالخيرات هم صفوة هم خير العباد. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ جنات عدن يدخلونها، جنات عدن يدخلونها. هذه الثلاث، لأن حفظ القرآن، لأن الذي في صدره وكلام الله سبحانه وتعالى لا يعذبه الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. هؤلاء الثلاثة بإذن الله سبحانه وتعالى يدخلون الجنة. عندنا جمع التبرعات الفائدة في مسجدين، مسجد بن هداجي ولاد منى برج زمورة، مسجد بن هداجي ولاد منى برج زمورة، ومسجد أسامة بن زيد القرية الفلاحية برج القيامة. يعني عندنا جمع التبرعات، تفضلوا اجمع لنا جمع التبرعات. يعني هذه فرصة لكل الإنفاق في الختام إن شاء الله. هذه الفرصة للإنفاق، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. وأفضل النفقة في بناء مساجد الله سبحانه وتعالى، في مساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى التي هي منابر للصلاة وقراءة القرآن. أختم كلامي هذا بأن نذكر أنفسنا وندعو الله سبحانه وتعالى لأهلنا بغزة أن ينصرهم الله نصرا مؤزرا، وأن يفك فرجهم، وأن يطهر بيت المقدس